فيلم طلقني فنيا ممكن نقسمه لاربع تربع. اول ربع انا ايه اللي جابني هنا، تاني ربع دنيا سامي وحاتم صلاح ودوه في حته تانية، تالت ربع ايه الحلاوه والطعامه دي يا باسم سمرة، كاريزما واتيتيود ولبس وافيهات كل حاجه. ربع انا ايه اللي جابني هنا تاني. اللي جابنا هنا تاني ايه اللي جابنا. اللي جابنا اصلا. فيلم طلقني من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر. الفيلم باختصار بيحكي عن محمود وجميلة، جميلة مش جميلة، ومفروض إن هم عايزين يبيعوا فيلا اللي هي مكتوبة باسمهم هما الاتنين، هي تاخد نصيبها وهو ياخد نصيبه، بس هما بيختلفوا على طريقة بيع الفيلا، وبتحصل ما بينهم أزمة ثقة، والمفروض من هنا بنبتدي الفيلم. ايوه فيا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ ايوه يا باشا طب التأليف. إيه رأيك نتكلم عن التأليف؟ يلا اتكلم عن التأليف، انا ماشي. بعدل لك نفسي ليه. أستاذ أيمن بهجت قمر. اكيد تمام. انا بحبه جدا الراجل ده، وكلنا بنحبه جدا. واعتقد الناس اللي حتى مش عارفاه ممكن يبقوا بيحبوه هما ما يعرفوش عشان اغانيه يتربى في أيوة. مين في مصر ما اتربى غناش الاغنيه دي؟ صح، ده حقيقي. فاهم؟ يعني الناس بدات تشغلها في فرحها. ما علينا. خلينا نتكلم في الافلام والمسلسلات. يلا بينا. يعني الراجل ده برضو عمل حاجات حلوه قوي في الافلام. ابن القنصل عشان ده المفضل بالنسبه لي. اكس لارج. اسف على الازعاج. ورستارت. وفيلم البدله. ايوه. بس ايه رايك في فيلم البدله؟ ورستارت. ايه رايك في فيلم طلقني بتاع النهارده؟ فيلم طلقني بتاع النهارده ماشي اوكي. احنا كده هنخصم فهد. ماشي. واحنا رايحين نسلم الدرافت الاخير، فكك من الدرافت الاولاني عادي ماشي، كله بيعك فيه. اوكي. الدرافت الاخير يعني ده فيلم بالنسبه لي، ده فيلمي. اللاين ذات نفسه الرئيسي بتاع الفيلم فيه مشكله. انا ما بقولكش يعني احنا مشكله في ضيف شرف، انا بقول لك اتنين بينفصلوا عادي عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه. الاول مشهد في الفيلم الاتنين بينفصلوا عادي وبيمضوا على ورقه الطلاق، هو بيروح يشوف حياته وهي بتقعد تحاسبن عليه زي تيبيكال زوجه مصريه وزوج مصري. يعني احنا شفنا ده اون ريل يعني، فمش محتاجين نتكلم عليه قوي، ده طبيعي يعني. حاجه بديهيه اكيد يعني، انا السيء في روايه احدهم وانت السيء في وهكذا يعني. طبعا بس الرجاله فاحنا صعبين. شفنا ده. ما علينا. المهم بنروح بقى على اللاين الاساسي، هم عايزين يبيعوا الفيلا. هم المفروض ان هم الفيلا ب50 مليون، فبيبقى في مشهد الفيلا مكتوبه باسمهم هم الاثنين، فالمفروض هم عايزين يبيعوها، فنروح نبيعها عادي كده. لا، في عبد عنان اللي هو صديقه هيشتري منه الفيلا دي، فالمفروض الفيلا ب50 مليون، هي ليها 25 ولا 25. الازمه بقى هنا مش واثقه فيه ولا واثقه في صاحبه، عشان احنا لسه متطلقين ولسه جازين على بعض. فاحنا بندور على طريقه ما، عشان دي لو قلناها هتبقى نحول هنحرق ان احنا نحول الفلوس دي بحيث ان انتم ما تضحكوش عليا فيها. ما جاش في باله مثلا يحول 25 مليون هنا و25 مليون هنا. هو انيستا بيه بيحول مره واحده. انت قلت كلمه حلوه قوي، وصل امانه كان هيحل الفيلم كله بالظبط. يعني احنا كنا هنحل الموضوع بوصل امانه. انت قلت انا مش ضمني وهي تقول انا مش ضمني، ما ايه شغل العيال ده بقى. وكلمه ازمه ثقه او انت مش واثقه فيا اتكررت كام مره في الفيلم. ايوه اتعملت مسلسلات اصلا. والله بجد. مش يعني ده يا صاحبي، مش ده يعني والله بجد. لا يعني حوار ان احنا بنقول الكلام على بق الابطال ده، على لسان الابطال ده مش حلو يا جماعه. احنا بنقول ركورات على احنا هنجي لهم. لا بعد اذنك قدام بعد اذنك بس. فاللاين الاساسي ده كان فيه مشكله، ان هو ايه، احنا كان ممكن لو عدينا على اي بنك يقول لنا لو احنا عايزين نحول فلوس، كان في مشكله عشان احنا بانين فيلم عليه. جبنا محامي قاعد في القعده المعفنه دي، هيقول لهم اكتبوا وصلات امانه قبل ما تحولوا. لو كان محامي لو وريني بس الدرافت والله محامي ب 200 جنيه. وريني بس يا استاذ، انا ما تخافش ادي الفيلم. فاحنا ما كانش ينفع نعمل كده ليه؟ لان ما كانش بقى في قصه. خيشت من لو هي كده بقى، هي كده بقت في قصه الحقيقه. هي كده ما بقتش في قصه. انا بضحك عليك طبعا، بتضايق عليك. المهم رحنا يعني باقي الاحداث بقى ان خلاص مش عايزين نحرق، خلاص كفايه على القصه عشان ما كانش في بقى احداث. مش عايز يعني انا مش اصل هو لاين واحد لو احنا حرقناه فاحنا خلاص كده ما بقاش فيه. طب خلاص احنا كده اتكلمنا عن التأليف. انا بالنسبه لي كان في كارثه في اللاين الاساسي. بعيدا بقى عن الافيهات المبتذله، في بعيدا عن انت بتتوقعي المشهد. لا يعني انت متوقع تويستايه من اول الفيلم. انت يعني قبليها ب4-5 مشاهد انت متوقعه التويستايه اللي هتحصل كمان 5 مشاهد هي ايه. وايه مستوى الكوميديا ده؟ يعني مش عارف، في حاجات طالعه حلوه. بص بصراحه الحاجات اللي طالعه حلوه دي
اجتهاد شخصي. طبعا هو الفيلم كله على فكره ايمن اجتهادات شخصيه. في افيهات كده كان الممثلين ذات نفسهم جو قدام الكاميرا بيقولوا هو ايه القرف ده؟ هو ايه اللي انا بقوله ده؟ بيقولها للممثل كده وبتتصور يعني. اه استاذ خالد مرعي كان بياخدها مستوى معانا. الكوميديا. وبعدين هو يعني ايه مثلا واحد في فيلم طالع اسمه الضبع، فانا اقول لك استاذ كلب، اصل انا الحيوانات دخلت عندي على بعض، هو ايه الحيوان انت مربيه هل قطه؟ ده يصنف افيه قبل لا ما خلاص. نقيمه كافيه؟ هل ده اه اصلا يصنف افيه؟ لا طب ما ينفعش. خلاص ادمت. ما ينفعش، فاهمني؟ ويعني مش عارف، ممكن يا رب يكون ده اجتهاد شخصي، لان انا استاذ ايمن بحبه زي ما قلت لك. لا هو اجتهاد شخصي من الممثلين، هو يا فهو ريت لو برضو اجتهاد الافيهات شخصي دي كمان طالعه من ممثلين واحنا هنراعيها. بس لو ماشي. الافيهات دي مش طالعه من ممثلين فاحنا في مشكله في الكتابه، نجيب ستاند اب كوميديان يقعد معانا طب يظبط ما هو لنا ماشي، الليله ما دي. هو لو كل حاجه اجتهاد شخصي يبقى احنا عندنا ازمه اكبر مع استاذ ايمن بهجت قمر. فاهمني؟ يبقى احنا فاهمك. كده ولا عملنا الكور بتاع الفيلم ولا عملنا كوميديا. بالظبط. لا واحنا عملنا ايه؟ هو انا بقول لك يا ريت الافيهات الرخمه دي كانت طالعه اجتهاد شخصي. ماشي. فاهم؟ لان ماشي. هو برضو ايه، في كام في كده كانوا رخمين قوي، ما اعتقدش ان هو ممكن كاتب يكتبهم دلوقتي. هنفصصه بعدين. فاهماني؟ فاتمنى ان هم يكونوا ارتجالي يعني ماشي. الممثلين. نتكلم عن الممثلين. نبدا ماشي. بالماستر الاساسيين هما اتنين. ونروح بقى لضيوف الشرف. هما اتنين وضيوف شرف. تصدق انا انا برضه انا في الاول فين افتكرت الناس؟ عابد عنان ومراته هيكملوا هيكونوا معاه. لاينز مكمل معاهم، بس هم 3 4 مشاهد وخلاص انا هودع عابد معاكم عنان ادانا واحده في نص الفيلم، في ربع اللي الفيلم هو كده. طب استاذن يا انا سلام لا هو استأذن فعلا، انا افتكرته لا هو خد بعضه ومشى يعني. استاذ عنان. لا كفايه بقى انا زهقت كلنا. ما علينا. المهم يا بختك. نتكلم عن زي ما قسمنا في الانترو الرباع ماشي. وكده. كريم لا محمود عبد العزيز. يعني اول ربع لا نتكلم على الممثلين، تعالي نتكلم على كريم محمود عبد العزيز. ماشي. من اول ربع لحد اخر ربع في الفيلم هو سنيد. لا هو رياكشن لكل الناس. انا ردة فعل. انت غبي فانا هدي لك وش اللي هو انت قد ايه انت غبي. انت عارفه وحشتيني. برامج الكاستنج لما بيقولوا ايه، انا هقول لك نفس الكلمه وقوليها ب5 طرق مختلفه وبعدين معاك. وبعدين معاك. هو كان بيعمل كده طول الفيلم. وبعدين معاك. هو وبعدين معاك بيتقال فعلا. هو بيقول نفس الكلام ب5 طرق مختلفه، مره زعلان، مره سكران، مره حران، مره سقعان، مره مشتاق يعني عشان والله مره عايز يحضن. ما انا بقول لك كان مشتاق بس فالموضوع كان لا مش هو عارف. استاذ كريم محمود عبد العزيز لا الفيلم ضاف له ولا هو اضاف للفيلم. يعني احنا يعني ضمير مستتر تقديره هو. هو مش هيفصلك عشان هو انت هو كريم محمود عبد العزيز. دي حاجه وحشه على فكره ان هو يعني احنا نوصل نقول عن البطل ما فصلكش، دي حاجه مش حلوه. ماشي انا فاهمك عامه، بس ماشي نجيبها كده ان هو ما فصلنيش، مش مديني كارت زياده، مش مديني حاجه جديده. نروح بقى للي مش مديني برضو حاجه جديده، مع اعتبار حاجه ان هو حتى كريم محمود عبد العزيز دايما كان بيسد حته اللي هو الاطفال هيعجب الاطفال لو مش هيعجبك. فلا الفيلم ده برضو مش هيسد مع الاطفال. لا خالص. فانت كده بترضي مين؟ تمام. نخش على استاذه دينا. ما كنت لسه بقول لك بقى ايه احنا نروح على اللي ما عملش حاجه برضو. هي دينا طالعه دينا ورب ايه الحلوه وحياه ربنا والله وحياه ربنا والله هي دينا طالعه دينا. يعني ممكن لو حد بيتعامل مع دينا شربيني في الحياه عامه لا مش محتاج يتعامل. هو هما لقاءين. لو اتفرجت على كام لقاء ليه هتحس ان هي طالعه بدينا عادي. دينا شربيني يعني حلقه منى الشاذلي هي بالظبط، هي طالعه بنفس هي. طب ما دي مش حاجه حلوه. بس انا يعني اللي بيحبوا انا بحب دينا من اي مواطن اكس يا جماعه. فانا في افيهات كانت بتقولها كانت بالنسبه لي حلوه لطيفه. لا لطيفه على فكره. دينا انا في المشهد لا هي كانت بتشيل الدنيا. بتشيل يعني، هي موجوده في المشهد انا قابله. بس في مشاهد لو كريم لوحده، يعني مثلا المشهد اللي كان فيه كريم محمود عبد العزيز لوحده في الكباريه وكده، انا المشهد ما فيهوش فاضي. وبعدين هو يحتمل، ولما طلع سكران وبيجري ورا انه يبقى فيه مش ما يحتملش بالزبط. يحتمل برضه ما حسيتش. برضه لازم هو رمالي افيه في اخر المشهد حلو اللي هو كان بودي جارد لابس نظاره قال انت لولا انت كفيف انا كنت عملت حاجه. بص هي على فكره برضه عشان ما نبقاش ظالمين، كريم محمود عبد العزيز ساعات بتفلت منه حتت محمود عبد العزيز بالظبط. انا بالنسبه لي مش تقليد، هو روحه برضه يا جماعه ما ابنه هو بيطلع يعني هو المشاهد اللي هو كان فيه لوحده بيطلع منه افيه. اما دينا لما تبقى موجوده لا ببقى حابب ان انا اشوف المشهد، وحابب دينا الشربيني عامه عشان انا بحب دينا الشربيني. بس
بالنسبه لي ابطال الفيلم ده ضيوف هم مش الشرف. ابطال، لا هم ابطال الفيلم، هم ضيوف الشرف. ضيوف الشرف كيف ايه؟ هم الابطال. انت عندك كريم محمود عبد العزيز ودنيا احنا الشربيني فضلنا ضيوف قاعدين شرف في السينما عاملين كده اهو كده اهو كده اهو لحد ما ظهرت دنيا سامي اول ما شفنا وحاتم حاتم صلاح. صلاح ودنيا سامي أ- احنا اتعدلنا اللي هو هي تعالي نروح بقى، العوالم فتحت على بعض. انا فجاه لقيت نفسي في ابن النادي. لان حاتم حاتم صلاح صلاح متجوز 2 وبيتخانق معاهم في الدور اللي فوق وهو تحت وحدفهم بالفكه. شكري انتوا امتى؟ لا رهيبه، سكر لا رهيبه دنيا سامي. شكري وقاعد بيحدفها، طب احدفها كامله طيب. بيحدفها خد يا بالفكه شكري. وبتاع. تحفه عشان لا. اللي هيتفرجوا ده مش حرق يعني، شوفي بس رغم ان احنا لذيذة. لسه بنقول عليها لذيذه جدا، انتوا ليه عملتوا كده؟ ليه؟ احنا معانا ليه ما حاجه اديتوناش مشهد لذيذة. كمان؟ احنا لا هما ما كانوش هيلوا دراع الدراما عشان يعملوا لنا مشهد، عشان ما نحرقش برضو. هو انتوا المفروض في مشهد انتوا شرحتوه لنا. يعني هي طب انتوا ما رميتوا نشوفه. افيه للمشهد. طب ما نشوفه حبايب قلبي. احنا ممكن نحرق ده عادي ولا ما نحرقش؟ لا، ماشي، بلاش انتوا يبقى رميتوا دمنا افيه تقيل. ان في مشهد هيحصل. ليه تورونا النتيجه بتاعت المشهد من غير ما نشوف المشهد، رغم ان احنا معانا ممثلين هيخلقوا كوميديا في مش نفس طبيعيه؟ يعني في نفس المشهد ده هيبقى ابطالها اللي هم لسه مضحكين. اللي هو دنيا سامي طب يا حبايب قلبي وحاتم يلا. صلاح والبنوته الثالثه او الست الثالثه مش عارف اسمها ايه لا ما بصراحه، اعرفش بس بصراحة. مقبوله يعني. بس هي دنيا سامية هي اللي كانت شكري يلا عسل فشخ. عسل. هي دنيا سامي اصلا حاسسها دور مصطفى غريب بس في البنات. عايزه تديها تشعبل الدنيا في اي حته، وديها هتدخل تشعبل لك الدنيا. عسل بجد. يعني تعالي نروح بقى احنا لسه في نفس الربع، خلي بالك احنا مقسمين فيلم رباع. تمام. احنا في الربع ده رايحين داخلين على الربع الثالث كده. عايزين نذكر بس ايه بيومي فؤاد ظهر في الربع ده. كان طالع يا جماعه بابا. احنا بنحب بيومي فؤاد، واظن ده بان واحنا بنتكلم في الساده الافاضل في حاجات كتير. هو طالع والد مع كريم محمود عبد العزيز في الفيلم، ومتجوز استاذه حنان سليمان. بالظبط. فانا ما لحقتش اشبه من وهو ما لحقش اصلا يورينا بيومي فؤاد. بالظبط. ما لحقش يعمل ده. طب احنا انبسطنا اول ما شفناه. احنا الاثنين في نفس النفس عاملين ازاي. الله. انا اول ما شفت صينيه البطاطس طالع بيها خلاص قلت بس انا اتغديت. طب اتغديت كوميديا يعني هم اثروا في حق الناس اللي احنا كنا بانين عليها امل. طب ما يعني انتوا جبتوه كلفتوه نزلتوا الراجل من البيت، ما تسيبوه يلعب شويه. سيبوه يرطب الدنيا. خلاص انا قلت بقى الفيلم بدا يحلو، فاهمه؟ دنيا سامي مع حاتم صلاح، بعد كده بيومي ومع الاسف هم استخدموا بيومي فؤاد برضو في شرح حاجه اللي هو ارجعوا لبعض يا اولاد، وان قد ايه الحب جميل وفي السن المواعظه دي ما بتطلعش منه، ما بحسهاش. هو نفسه على فكره ما كانش مقتنع وهو بيقولها، بس يلا بالظبط يعني ما بتجيش منه. خلصنا من الربع ده. تعالي نتكلم على باقي الممثلين، باقي ضيوف الشرف بقى بالترتيب، بعد كده نبقى نرجع بقى نفصص الكلام ده. ماشي. استاذ باسم سمره. لا تعالي قبل ناخد اللاينات بالترتيب. الفرح. لاين الفرح ده عايز له علقه كممثلين بسبب وكتابه وراكورات وكل حاجه. انا مش هقدر استنى لحد السلبيات. هو مش احنا قلنا في فيلم فيها ايه يعني كفايه احمد سعد؟ هو احنا ما بنسمعش الكلام ليه بجد والله. هو احنا ما بنسمعش الكلام ليه؟ يعني فروق الغلابه جبناه وعديناها بالعافيه. طب يا جماعه نقول تاني، مش عارف ايه عديناها بالعافيه خلاص بقى. بس انا عايز اقول احنا كنا قاعدين في الفيلم، علا قالت لي قبليها اول ما دخلنا في فرح شعبي راح جايه علا قايله لي يا رب ما يجيبوش احمد سعد. ما كملتش الجمله 5 دقايق قالت لك احمد سعد طالع ببدله حمراء من نص المعازيم، حاجه غريبه جدا. كان ليها مبرر طيب؟ البنت جالها بانيك اتاك، فضلت بصالي كده. والله يا جماعه برضو عشان انا ما شفتش الاعلان، انا ما اعرفش هل ده ظاهر في الاعلان ولا لا، عشان برضو ممكن يكون اللي شاف الاعلان انت ما احنا عارفين من الاعلان. لا والله هي ما شفتش الاعلان. شافت الاعلان. انا اسفه. كفايه احمد سعد في كل حاجه، بس هو بيعمل اغنيه تطلع ترند. انا ما عنديش مشكله، بررها لي يا عم. هو هنقول تاني نفس اللي احنا قلناه فيها ايه يعني؟ بررها لي، هشتري الاغنيه حلوه شكرا. انا ما عنديش مشكله صح، يعني مش ضد الاغاني، بس ده ما كانش اسوأ حاجه في اللاين. لا انا اول مره مصطفى بوسرية ما يضحكنيش. فاكرين فيلم سيكو سيكو؟ كان في ولد اللي هو هولندا ده موجود معانا في اللاين برضو. الراجل ده كان شايل اصلا لاين كامل في سيكو سيكو، وكان بيضحكنا كل ما يظهر. بالظبط. هولندا ده اللي هو كان قايم يعني عشان لو محدش عارف الاسم برضو مش فاكره، ده اللي كان قايم بدور السكيورتي اللي كان بيشعبل الدنيا وكان خارق وبيطير، وفي الاخر ولا حاجه. الولد ده عنده كوميديا مش طبيعيه، هو حته كده لوحده. يعني بيلعب فيها كده. واللي جه بعديه كابوزة في ابن النادي، كان كاركترين قريبين من جنب بعض. قلنا ده. فانت جبت ده وجبت بوائم مسرح مصر.
جبت مش يعني كل اللي بواقي بنقوله الناس اللي كانت بتمثل في مسرح مصر، مش انت كل اللي مالك بنقوله ماسكه مع في بعض الكلمه ليه؟ ينفع بواقي نقوله هنا. بواقي الناس اللي كانت بتمثل في مسرح مصر، اه يعني باقي الناس اللي كانت بتمثل، يعني مش اه قصدي بواقي ايوه هو يعني، يقصد كده فعلا. انا قصدي باقي الناس اللي كانت بتمثل في مصر جبناهم معانا اه في اللاين ده. ف ليه ما نخلق لهمش كام شفتي انا بتكلم حلو اهو، طبعا. ليه ما نخلق لهمش كام كلمه بانهم كوميديانات كبار وعندهم قدر من الكوميديا اللي فاهماك. يطلع منهم هولندا اللي انا بقول لك عليه ده، ما كانش في مسرح مصر. والليدر ماشي اوكي، ما انت في ايه، ما تلمي معايا الدنيا بقى، حسبي الله ونعم لا الوكيل يعني الله. عشان ما نطلعش احنا اتنين جهله. ما انا عارف يا الله، ما نرجع احنا لهولندا، عرفنا. نرجع المهم لهولندا. نرجع لان الكبير بتاع اللاين مم. مصطفى ابو سريع اللي هو كان مم. عريس بتاع الفرح. ليه انا كده؟ قال جمله واحده بس هي اللي ضحكتني بصراحه، اه انا متجوزه مخصوص عشان اضايقك. ايوه. انت بتعمل ايه؟ اوكي، وحصلت مع حدث، بس مم. اللاين ده كان كله عايز شده، اه من اول يعني اللاين كامل كله عايز شده، من اول لبس الفنانه دينا الشربيني لحد، عايز اقول لك بقى مين احسن واحده في اللاين ده، دي اللي شيرين. مسكتها وهي طالعه على السلم، قالت لها بس انت شكلك حلو قوي. لا اصل بتركلها على اساس ان هي عروسه. بجد بتركلها ان هي قالت لها عروسه وانت العروسه، اصل انت عشان شكلك حلو، عندها بس انت حق، حلوه والله وزي القمر. عشان هي رايحه منطقه انا شعبيه لابسه. انا بجد الكومبارس دي يعني هي من الاكسترا اه المجاميع، اه اه وما جابوهوش وشها قوي، بس انا سامع كاركتر. عملت ايفورت يعني. بجد انا بالنسبه لي ضحكتني جدا. مصدقه دورها يا عايزين حبيبتي. نتكلم عن حد مهم في اللاين ده، علاء مرسي، مم. يعني استاذ علاء مرسي. ده العوالم، فتره آه العوالم. يعني انا بحب استاذ علاء مرسي جدا طبعا على المستوى الشخصي، طبعا. ويعني شخصيا يعني. فنان بقى انا انا استاذ علاء مرسي عنده حاجات اكتر من كده، مم. انت كان ممكن برضه تستغلها او بمعنى اصح هم جابوا استاذ علاء مرسي في كاضافه دور، للفيلم، بس عشان يبقى عشان معانا علاء نتكلم مرسي، بطريقه لان اي حد منطقيه. كان ممكن يطلع يقول الجملتين دول وبنفس مش بس انت عملته جملتين، اضافه. هم كلمتين اكشلي، بالظبط، يعني هم هما كلمتين. كلمتين وزادوا في يعني هو طلع في 3 ف... شوتات، الشوت بس هو لا التالت ضحكني برضه، هو بيفتحوا له الاسعاف يعني وقال لك ضحكني دي انا. بقى، شوف هو يا بقى، ارتجاج في المخ يا التهاب في الاعصاب. هو لذيذ، هو مم. لذيذ. انا بس كنت متخيله ممكن يطلع دلوقتي بكاميرا وندخل بقى اه ندخل برضه العوالم انت اكتر حوار على بعض، العوالم فيلم الفرح. انا مضايقك قوي. والله اقسم، ما هو هم فتحوا لنا عوالم كتير، ايوه ايوه وقدام كمان فتحوا لنا عالم ثالث هفتكره واحنا اه بنتكلم. بس فكنت محتاج برضه اشوف حته زياده من استاذ علاء مرسي ماشي. وبس كده يعني عارفه لو الحته دي اضعف زادت. اضعف جزء في الفيلم مش اضعف هو جزء اللاين ده هو ما هو. لا لا مش اضعف جزء، مش اضعف انت جزء، سوري فكرتي في سوري الجزء ده سوري بفكر فيه، اه ماشي خلاص. سوري. نخش اني اسف. نخش على الممثلين بعد كده. بس سمرة بقى اعتقد عشان انا اللاين ده استاذ باسم سمر. ابننا قاعد مش على بعض، انا بحبه قوي يا جماعه. اه بصوا يا جماعه مبدئيا هو اول ما طلع بظهره، علشان انا برضه ما اتفرجتش عليه، ما اعرفش ده صغير في الاعلان ولا لا. انا هو صغير في الاعلان، والله ما علينا. مش عايزين ناكد يعني، اه مش فاكر. احنا ما كناش نعرف ان هو باسم سمرة، انا قلت هو ده الاستاذ باسم سمرة. اه اللي هو اول ما عرفنا ان هو لا ارتحنا واطمنا ان في حاجه جايه حلوه، انا من ساعه ما وطلع في شفت حاجه حلوه فعلا. هو كان حاطط بروش كده، عنكبوت عنكبوت تقريبا. على كتفه ولون. هو الكاركتر اللبس يعني امم الستايلز تقريبا سابت الفيلم كله بغض ركزت مع النظر، استاذ باسم وركزت مع سمرة. الاستاذ باسم سمره، لان هو جاي لها بالمعطيات. عسل قوي يا انا جماعه. جاي لك بالكاركتر، وهو يعني هو توفقت تقريبا في ده، بس بغض النظر عن لبس الاستاذ دينا الشربيني طول الفيلم، هنجيلها بس هنجيلها بعدين. اوكي، كان تحفه بجد. قوي قوي. انا بس وحشني يا وحشني حيوان ده، عسل. وحشني بقى لما بحب باسم سمره لما بيطلع بتاع نسوان. تاني سوين شرير، اللي هو فاسد، قليل ادب. اللي هو لا لا لا، هحببك هو فيا وانا بعدين على فكره شرير، هو عامله، هو عمل ده كتير بس. نسوانجي حقير متحرش هتحبني بس برضه. هو عامله المره دي بطريقه حلوه قوي، هو واخدها من حته عاليه قوي، يعني هو كان بيتكلم اه على، مش هينفع نحرق في بس لا في انا حته ممكن كده. اقول الإفيه ده. قوله. بيقول لها والله عشان لا الإفيه ده قوله حلو. قوله. بيقول ان هو اول ما وصل، هو ده يعني كان عايش بره في هو جورجيا، المفروض من تمام. شبرا فهو المفروض ان هو من شبرا وعايش في جورجيا باقي حياته وكده، وبدأ من الصفر هناك، غسل صحون، لا اريل قولها على زي ما هو كان ناس. بيقول. انا جيت غسلت صحون، لميت زباله، غسلت اريلت حمامات. عمل ف استاذ كريم محمود عبد العزيز قال له عملت ايه؟ قال له اريلت يا بابا. قال له ايه؟ اريلتي حبيبي حاجه كده. حاجه كده. فهي طلعت من استاذ باسم. تخيل حد بيقول يعني الكاريزما اللي كانت طالعه بيه الاكسبريشن دي دي. انت طب ايه الدعوه للفخر يعني. قال له ريلت، قال له لا اريلت. اريلتي حبيبي. ماشي. فدي كانت حلوه جدا الصراحه، ورطب على قلبي لحد اخر الفيلم. دي حقيقه. يعني انا كنت عشان كده بقول لك هم ضيوف الشرف شالوا الفيلم على كتفهم. وهم ده خلي بالك، ده مش اول فيلم ضيوف الشرف يشيلوا الفيلم. لا بس بيبقى بالاشتراك مع
اوكي. بس ضيوف الشرف بس احنا كده محتاجين نتكلم، يعني احنا كده عندنا مشاكل، حصل. فاهم؟ مشاكل ورا الكاميرا. احنا عندنا مشاكل ورا الكاميرا ان موبايلي عمل نوتيفيكيشن. ولا كان حاجه حصلت. بس اوكي يعني بس سيبك انت استاذ باسم سمره سكر. ايه الحلاوه دي. خلاص نخلص من الممثلين، ما تعالي خلصوا؟ نروح لسلبيات الفيلم. يلا بينا. خش يا باشا على السلبيات. يلا بينا. يلا شمرتي. يس. يلا فكرتك فكرتش. المفضله. يلا حصل. نخش على ايه؟ على الاخراج. علشان الاخراج كقسم مش استاذ خالد مرعي بس. ليه بقى؟ عشان احنا عندنا في كذا مشكله جوه في الاخراج. ايوه. مبدئيا انا بحب استاذ خالد مرعي جدا. ليه؟ عشان انا من التوب 3 مثلا بالنسبه لي في المسلسلات 7 وصايا. ده اللي هو ده المسلسل اللي انت بتشغله كل فتره على اليوتيوب ان انت وحشك. صح. فانا عندي علامه استفهام، هو مخرج السبع وصايا هو نفس مخرج طلقني؟ لا بس اعتقد لا كتير. لا كتير جدا. ماشي، ممكن نقول احنا الكوميديا معانا مش احسن حاجه. صاحبي احنا 7 وصايا، انا ضحكت في السبع وصايا اكتر من طلقني والله. ماشي اوكي. انا عارفه ان دي حاجه وحشه جدا ما ينفعش تتقال، بس انا ضحكت في السبع وصايا اقسم بالله اكتر من ضحكت في طلقني. اوكي تعالي نتكلم عن الاخراج عامه. مش كاخراج انجن، لان استاذ خالد مرعي مش عامل حاجه كارثه اخراجيه مثلا، مش عامل يعني كادراتي لو هنمسك. لا يعني كايقاع مثلا. لا كايقاع مظبوط. الايقاع مظبوط. مفيش غلطات فادحه. بالظبط. غلطات الفادحه جايه من التيم بتاعه. فتعالي نمسك التيم. راكور الملابس. يعني سكريبت الملابس طيب. اللي كان معانا انا حاسه ان الاستاذه دينا الشربيني كانت بتنفذ اللي في دماغها في الفيلم ده، بمعنى يعني الستايلست احنا طبعا عشان عارفين ان الستايلست دورها ايه، بنقرا الورق بنشوف الشخصيه دي المفروض تلبس ازاي وبنلبسها صح. تمام. انا حاسه ان الاستاذه دينا الشربيني كان عندها تارجت اوتفيتس معينه لازم تتلبس. كلنا عارفين التارجت ايه. تارجت في اوتفيتس تلبسها. أيوة. في الفيلم ده وهما مثلا 50 اوتفيت فانا هلبسهم. حصل. اكبر دليل ان في مشهد هي علشان تقريبا كسروا راكور فبرروها بجمله. اوكي. راحت لحماتها فالحمد لله يا طنط ان انا سايبه طقم كامل عندك بشنطته. يعني سايبه الطقم بالشنطه. سبحان الله. علشان اغير. هو اصلا لما حد بيروح لحماته او لمامته او وات ايفر احنا بنسيب لبس بيت. انت عارفه كمان انا اللي مضايقني كمان في نفس المشهد ده في الراكورات بقى بالمره. احنا طلعنا من المشهد ده. المشهد ده كان ليل برضو. المشهد ده كان ليل. حصل. فطلعنا من المشهد ده بعربيتنا بطقمنا بهدومنا بكل حاجه على مشهد تاني ليل من غير توتاله من غير اي حاجه. انا بالظبط افصلني باي حاجه. انا ما فصلناش بانسيرت حتى فاهماني. مفيش كلمه طلعت. كنت تخلي ده ليل او ده نهار، كنت يطلعوا بالنهار راحوا مشهد ليل بلبس مختلف وبتسريحه مختلفه وبليله. المهم ان احنا ركننا العربيه تحت العماره، عربيه غاليه. وطلعنا البيت والعماره دي تهدد والعماره وقعت. سوري وقعت. وفجاه العربيه كانت جنب عربيه اسعاف عادي. طب ما احنا لسه شايفينها مركونه فين؟ ولا انتوا الحاره دي فيها واللي بيبقى خارج من عماره واقع عليه بيبقى شيك جدا بس يا دوبك متلطش هنا رصاصي وهنا. احنا جبنا شويه ميك اب كده باودر ورشينا كده فوق الوش والموضوع لو بنعمل الكرتون كنا هندي اهميه لحاجات كتير قوي فاهمني. فدي مشكله بقى في ستايلست وفي كرو اخراج وفي راكور حركه. انا كنت بتزاول قوي، انا عينيا وجعتني. احنا في مشهد الجاكيت فوق الجاكيت تحت الجاكيت فوق الجاكيت. طب ما ايه؟ لا ونفس المشهد ده مش في ورده بتتشال وورده بتتحط، ورده بتتشال وورده بتتحط. يا حبايب قلبي ليه بنعمل كده؟ سوري احنا مش هنجيب اسمهم، مش هنقول اسمهم. بس احنا فضلنا مستنيين في التتر عشان كملي. كنا فضلنا بجد قاعدين في التتر مستنيين عشان نشوف مين سكريبت حركه وسكريبت ملابس. ايوه عشان الموضوع انت حبايبي غلطانين. ايوه انت عندك غلطه وهو عنده غلطه. نعمل لهم منشن بقى. ماشي خلاص نخش في السلبيه اللي بعدين. عشان ما تعملش معانا. ماشي ما هي والله وارد والله. اصل اجواء اللوكيشن بتبقى صعبه. لازم نعذر ان اجواء اللوكيشن بتبقى صعبه سهلة. بس لو مش حتتنا انا ممكن انسحب بس مش بالدرجه دي. وعلى فكره كانت ممكن تتحل في المونتاج، يعني مش لازم نجيب واسع ضيق ضيق واسع واسع ضيق ضيق واسع عشان تبان الغلطه بتاعه التيشيرت دي بتاعه الجاكيت دي. انت فاهمني؟ فاهمك عامه. فيعني مش بالطريقه. يلا الحمد لله كتير. يلا الحمد لله. مع الاخراج اتكلمنا. بصي ما انا بقول لك احنا اتكلمنا في الخفيف كده عن الاخراج. عندك حاجه ثانيه تتقال في الاخراج؟ لا خلاص كفايه كده. لا انا عندي حاجه ثانيه تتقال في الاخراج. بما ان استاذ خالد مرعي احنا قلنا هو ما ضايقناش، بس انا مثلا في قفله الفيلم
من غير شرح، من غير ما نشرح برضه عشان من انت كنت بتلم في ايه الدنيا يعني. حتى انا ما بقولكش زود مشهد، انا ما بقولكش زود كلام بدون حرق، بس اللي هو احنا عايزين ننهي النهايه السعيده، يلا نبعت العيال اللي احنا ما شفناهمش من اول الفيلم. يعني برضه استاذ بيومي فؤاد اللي نزل من بيته ده من السلبيات برضو تروح ان هي موقفه كده وحادف له العيال. الاولاد ظهروا في اول الفيلم، والام بقى اللي بتراعي الاولاد وبتاع في مشهدين. احنا تقريبا قبل نهايه الفيلم ب4-5 مشاهد لقيناها بتقول اصل انا كنت بحاول اوصل للاولاد مش عارفه اطمن عليهم. طب قولوا لنا يا ست انت لسه فاكره انت كان عندك ولاد اصلا؟ احنا كنا انا والله قلقانين قلقت على الولاد اكتر منك فعلا. يا ست لسه دي افتكرت الواد ايه يعني. هي راحت مش عارف قريه ايه وراحت حاره ايه وغيرت 400 طقم بتمنشنوا كل حاجه على لسانكم وسافرت جورجيا. وهي في الفندق بعد ما خلصت في البريك بتاع جورجيا جايه فاكره ايه ده، هو انا كان عندي ولاد؟ طب ما تيجي كده نسال عليهم والله. وهو ما اهتمش برضه. لا كنت والله بحاول اوصل لاولاد اطمن عليهم. ما اطمنتيش؟ طيب خلاص الله يكون في عونك. بقى نروح ناكل كوكيز بقى ولا نعمل اي حاجه بس مسامه مستنينا بس. فلا يعني كان المفروض نذكر ان طالما معانا اولاد نستغلهم، نعمل لهم مشهد حتى هم قاعدين مع المربيه في البيت. عرفيني على لسانك زي ما عرفتيني على لسانك حاجات كتير ان الاولاد سايبينهم عند حماسي. انا عندي بقى سؤال. اتفضل يا فندم. هو كريم محمود عبد العزيز كان شغال ايه؟ شفتي ده الرد الطبيعي. انا كمان ما اعرفش. هو لازم يعني ده انت شخص فضولي جدا. انا والله ما اعرفش. هو ده هو يعرف انت شغال ايه. انا في مشكله ماديه وهو واقع فيها تمام في الشغل عنده. هو انت كنت شغال ايه يا كابتن؟ وهي سابت شغلها وسابت شركتها. هما الناس ما بقتش تهتم بالحاجات البسيطه دي. ايه شكليات. اصل على فكره بناء شخصيه ايه يا جدع؟ بناء شخصيه ايه اللي فاكر برضه فيها ايه يعني؟ احنا تقريبا نفس المشاكل فيها ايه يعني معانا في الفيلم ده. ليه بجد بقينا بنكرر المشاكل دي في كل الافلام مع ان ده بيضيف للشخصيه. بحس ان الشخصيه لحم ودم لما بقى عارفين هي منين وعارفين هي بتشتغل ايه. يعني عايز اقول لك باسم سمره مثلا كضيف شرف هو عرفني ان هو من شبرا. هو مبني صح تمام. عرفني ان هو من شبرا، عرفني ان هو بيسرح بنات، عرفني ان هو كان بيتاجر عنده مصنع خمور، عرفني وفرجني كمان ان هو يعني انت معاك وقت تعمل ده ومعاك يعني انت عملت كل ده مع بالظبط مع ضيف شرف ومش عارف تعمل لي ده مع ابطال معاك 80,000 مشهد في الفيلم. اكيد لا يعني مش منطقي. فاهماني؟ فدي من السلبيات. سلبياتك ايه تاني؟ ماذا بعد؟ سلبياتي ايه تاني؟ انا عارفه ان دي حاجات عبيطه بس هم المفروض احنا بنتكلم في 50 مليون وهو راكب عربيه فظيعه. طقم النيش. يا جماعه احنا عارفين في الطبقه المتوسطه والطبقه بيهتموا بالنيش جدا وامهاتنا ونطلع طقم معين لما بيجي ضيوف. بس هل يعقل ان واحده لابسه مجوهرات تجوز كذا واحده اصلا وتجيب كذا نيش تبقى بتطلع طقم من النيش؟ انا اصلا كلمه نيش دي مكسوفه اقولها في البيت ده للضيوف. بالظبط. ما بتشربيهم في ايه؟ في حاجات جايباها من التوحيد والنور. بالظبط. يعني ايه يا فنانه؟ بالظبط. يعني ايه يا فنانه مش لايق على التنس نيكلس اللي انت لابساه. مش لايق. فاهماني؟ مش لايقه على الفراي اللي راكبه والبي ام اللي راكنه بره. يعني مش لايقه على حاجات كتير. مش منطقي. هو احنا كنا بندور على ايه الحاجات اللي بتضحك ممكن نحطها في اي وقت. ما هو ده بوست على الفيسبوك بس هم قعدوا صياغته بنجمعهم كده وفي طبقه مش لايقه على البوست. انت فاهم؟ قشطه. يلا خلاص يلا نروح بقى ماشي. انا عارفه هي دي تفصيله نسائيه بس مش يلا نروح لسلبيه تانية. لسلبيه. لا تعالى بصي نتكلم بقى على الايجابيات. خلاص كفايه سلبيات. ماشي. كفايه سلبيات. احنا برضه ايجابيات. ضيوف الشرف. الميوزك مش مضايقاني، لطيفه. مدير التصوير مش حاسس ان هو عامل حاجه مبهره قوي لان احنا 3/4 النص الثاني الفيلم متصورين في جورجيا. جايين لك احنا عندنا شجر وعندنا وجه حسن وعندنا ميه يعني. بس انا يعني انا كمشاهد دخلت شفت المناظر في جورجيا حلوه وكصوره انا مبسوط من الصوره جدا. حلو. بس دي مش هترجع لمدير التصوير، لا دي هترجع للوكيشنز اللي احنا صورنا فيها. خلقة ربنا. في حاجات كده بقى من الحاجات اللي انا عايز اذكرها يعني على حسب. لا والله دي حاجه عاديه جدا. والله دي حاجه عاديه دي. اتفضل. يعني استاذه دينا شربيني كنا محتاجين نتقل شويه في الهدوم واحنا مسافرين جورجيا عشان ما يجيلناش برد نقعد باقي الفيلم مش عارفين نتكلم. مش مجازا هي جالها برد. الناس هتفتكرني بهزر بس لا جالها برد ومبحوحه وطبعا برد. ما كانش هينفع ناجل لحد من الاستاذه لان احنا واخدين 4-5 ايام فاحنا مش هندفع كل ده. احنا حجزنا والله يا فنانه مالناش دعوه احنا جالك برد في الطياره. هي فنانه برضو كانت مصره تكمل البرد. هي طب احنا
كنا نرفع الجاكيت بس. والله انا كنت سقعان احنا لها كان معانا قوي. جاكيت نرفعه. يعني وانا قاعد على الكرسي في السينما كنت سقعان من التكييف اكتر من وهي في جورجيا في وسط الساعه دي كلها فهماك. يعني تقلي انا يعني عندي جاكيت اصلا فرو يعني اي انا عندي حاجه ملاحظه يعني. اصلا على لبس الفنانه في الفيلم. لا احنا احنا قلنا كان ده. الستايلست كان عندها مشكله كبيره مع لبس الفنانه في الفيلم. هي توفقت في فيلم لبس باسم احنا لابسين سمره، لبس بس حلو يعني قوي لو قوي انت قوي. كنت جايره ستايلست لباسم سمره لوحده كنا قلنا اوكي، اما باقي الكوكب آه زي ما لا قلنا انا حاسه ان الاستاذه دينا شربيني هي لبست وباي ذا واي لبسها حلو قوي قوي قوي. ماشي وقمر اوكي بس قمر مش في مكانه. بس مش في مكانه، ومش ده مش منطق المشهد. يعني اه هو انا رايحه حاره شعبيه، هلبس ده ليه؟ اروح البس بقى كروب توب واروح اتشقلب هلبس ده ليه؟ لا فاهمني ليه؟ يعني لا مهما كان المينتاليتي لو اللي كنت عارفه بنفكر كان ممكن اتبرأ لي ده بايه؟ استاذ ايه. كريم محمود عبد العزيز غير شويه يقول لها انت ايه اللي انت جايه بيه ده؟ دي جمله منطقيه تتقال دلوقتي. لا هي قولها يا اما انا اللي هقولها. انا مش حوار غيره يا يعني ستي. لازم تقولها البسي دلوقتي. البسي وافرحي وانبسطي، بس مش هنا. لا بالظبط، ما اقول لها احنا رايحين، انت فاكره نفسنا رايحين نسهر في مش عارف ايه، قولها. كل البنات قولها عندها لبس، فور اي عندها لبس حاجه. الافراح وعندها لبس للخروج، والخروج بيتقسم جوه يعني خارجه مع صحابي ولا خارجه مع اهلي. اقول لك وات اف كلنا لو كان كده. قال الجمله دي مثلا مره، ما خلاص كنت هتعالج لي الحته دي وهتشيل عن الستايلست كتير، بس تبان خلاص ان نقعد هي عايزه بقى تغيظه. بالظبط. تبان ان لسه هي بقى مطلقه وممكن لو ده الكونسبت بتاعهم ان هي ما المطلقه بتحب بانش. تلبس. قولي يلا نخش على التقييم. ايه السعاده يلا نخش على التقييم. يلا. كنا ننسى سلبيه مهمه جدا. صوت القبول ده من عند ربنا، ما بيتشراش حصل. وما بتزقهوش كده في وشي قدام الكاميرا. برضه هو ذات نفسه استاذ كريم محمود عبد العزيز قال له يخرب بيت تناحة امك ولا يخرب بيت غتاتة امك، حاجه كده، قال له حاجه في الرينج ده صح؟ انا متقلد امك حاجه كده. بتقول دم امك حاجه في الرينج ده. كان اسمه الفنان شريف ما تتكسفيش أستاذ اتكلمي شريف. لو احنا هنحاول نفيك استاذ محمد ثروت، يا ريت نفيكه احلى من كده. بس شكرا انا مش هقول. خش على التقييم. خش التقييم ماشي خلاص نرجع تقييمنا. انا مش عايزه ابقى بريئه، بس هو دور وحش قوي. بس بس كده عشان انا برضو مش هقدر. يعني بقى ممكن لا، نلجا مش احيانا في المواقف دي نرجع ان احنا نروح نبص لورا الكاميرا، يعني ممكن نشتغل حاجات ورا الكاميرا بقى، فاهمه؟ مدير تصوير بقى، انا ما اعرفش. نشوف احنا بنعرف ايه، ما نشتغل في أعرفش. السيناريو. لو احنا ما عندناش في الحته دي او مش متوظفين صح ما نطلعش، ما تكسفش نفسك. هو احنا ممكن نبقى ظلمه وهو يعجب ناس تانية؟ يعني لو الناس التانية دي عجبت بالكلام ده يا ريت بلكوني بقى يعني. مش هعمل اي حاجه بس يلا ندخل على التقييم. خش على التقييم يا باشا يلا. ماشي. الفيلم ده تدخله السينما مم. ولا استنى ينزل لك على بلاتفورم مم. ولا ما تتفرجش عليه خالص؟ لا هستنى ينزل على بلاتفورم، اكتر حاجه لان منطقيه. في شويه ضحك جوه كده حلوين ولزاز، فيه شويه ممثلين مرطبين على القلب جوه. بس مش في بغض النظر عن السيزون ده. الاخطاء. يعني لو في سيزون تاني كنت اقول لك ممكن نخش السينما. اوكي بس يعني بس في وسط الزحمه والخناق كميه الافلام الحلوه دي انا كشخصيا هستنى ينزل بلاتفورم لو هتفرج عليه تاني، وأنا. او لو على التلفزيون هتفرج عليه. بس لو في ناس حابه تدخل دلوقتي وما فيش افلام كوميديه قوي هتضحكوا شويه بس. صح. باي. بتقول لك باي باي باي.